السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن مشاكل العين أو أمراض العين، بس طبعا هنستثنى منها المية البيضاء والمية الزرقاء اللي احنا دي عملنا اوريدي عنها حلقتين كل مرض منهم واتكلمنا فيه باستفاضة كبيرة. طب احنا النهاردة هنتكلم ايه عن العين؟ هنتكلم عن إجهاد العصب البصري وإجهاد العين والالتهاب الصديدي والنضارة، ازاي ان احنا نعمل نضارة. طيب هو الإجهاد أو الألم والوجع بتاع العين والصديد والعماص اللي احنا بنقوم من النوم بنلاقيه، ازاي ان احنا نتعامل مع حاجة زي كده؟ بداية هو العمص لما بتقوم من النوم، الدعك في العين ده بيبقى حاجة كويسة ولا وحشة؟ لما عيني بتوجعني، لا، لو انت قايم من النوم عشان العمص ده لو ناشف وانت دعكت في عينك جامد، العماص ده بيبقى ناشف وبيلهب العين وبيعمل زي جروح بسيطة في العين. فالأفضل ايه؟ ان احنا نبوشه بالمية. طب انا غسلت عيني بالمية ولسه ما راحش، لا، نغسل عينينا بمية دافية. المية الدافية بتدوبه اكتر من مرة بحيث ان هو يبوش ويطلع من العين. طيب أنا عندي بيبقى فيه إجهاد جامد في الشغل وبستخدم الموبايل كتير والكمبيوتر كتير واللابتوب كتير وعينيا بتوجعني ولابس نظارة. طيب مبدئيا كده هو الشغل نقدر احنا نجزأه أو نعمل بريكات في النص عشان نريح عينينا. يعني احنا مثلا الشغل مثلا 8 ساعات او 10 ساعات، البريك بتاعنا اللي نقدر نجزأه بحيث ان احنا نريح العين في الفترات ديت عشان نقلل الاجهاد على العين وعصب العين بحيث يوصل غذاء واكسجين والدم يتوافد على العين بالقدر الايكويفالنت او الموازي للمجهود اللي انت بتعمله بعينك. كده النقطة تبقى سهلة. طيب في حاجة تانية نقدر ان احنا نعملها، في فيتامينز للعين، ويفضل طبعا ان احنا نشوف الفيتامينات والحاجات المفيدة للعين وناخدها طبيعي. مفيش امكانية لكده والدنيا مضغوطة وكده، هو عادي نقدر ان احنا نشتريها من الصيدلية. هتقول لنا انواع معينة؟ لا، انا افضل ما اقولش طبعا انواع معينة عشان مبقاش في صورة من الدعاية وما الى ذلك. طيب فترة البريك أفضل حاجة أعملها إيه؟ أفضل حاجة أنت تحط راسك على الستيشن أو المكتب وتريح دماغك لتحت. ليه؟ لأن كم الدم وضغط الدم بيبقى أزيد على العين. العين لما بتبقى تحت ضغط الدم بتاع الدماغ كله بيبقى أزيد على العين. النقطة التانية، لو نقدر إن احنا نستخدم الاي بلوك عشان تغطي العين، تبقى زي كده اهوت مثلا، نستخدمها ونحطها على عينينا وقت الراحة بالطريقة ديت، والاستيك طبعا بيبقى ورا. ليه؟ طب دي فايدتها ايه؟ دي فايدتها ان هي بتعمل حجب تام للضوء، بتبقى سميكة وبتعمل حجب تام للضوء، ما بيدخلش العين فبيحصل استرخاء لعصب العين. طيب انا بعمل كده برضو ولسه الدنيا مش متظبطة، اقول لك كده كده اهوت ندخل كمان نعمل كمادات مية دافية. بنجيب قطنة ومية دافية وبنعصرها وتكون دافية مش سخنة، وبنقفل عينينا وناخد وضع الاسترخاء أو وضع النوم ونحط نعصر طبعا القطنة شوية ونحطها على العين. دي بتزود تدفق الدم للعين وبتعمل اكستند أو بتوسع شوية العين، يبقى في توافد جامد من الدم، فلو في التهابات أو صديد أو ما إلى ذلك بتخففها وبتقللها. نعملها كام؟ نعملها 3 مرات، ريحتنا كويس جدا. النتيجة لسه محتاجة زقة، نخليها 5 مرات أو 7 مرات في اليوم، مفيش مشكلة خالص. طيب ده العناية بالعين. طب في ناس تاني بقى لا، الموضوع عندها جفاف عشان بتستخدم عينيها كتير، في جفاف الدراي اي اللي هو جفاف العين، مفيش دموع كتير. مسألة الكمادات المية الدافية هتساعد. النقطة التانية ممكن نعمل مساج للغدد الدمعية هنا هو كده بإيدينا في الجزء دوت عشان ننشط الدورة الدموية فيه. في برضه بالحجامة هتفيد جدا وهتنشط القناة الدمعية، ولو في انسداد كمان في القنوات الدمعية هتقلله بدرجة كبيرة جدا. بس احنا معاها لازم نستخدم عينينا صح، يعني ما يبقاش مثلا حد عنده المشاكل دي كلها والمفروض ان هو يعمل نظارة ومش عامل نظارة وما بيروحش يكشف. لا، الموضوع كده مش هيزول. لازم هتروح وتكشف ونشوف النظر كام على كام، في مشكلة في قاع العين ولا لا. النقطة التانية، لو بعد الشر ده عنده مرض سكري، لا دي حاجة تانية.
مريض السكر بيبقى الموضوع مؤثر جامد على العين وشبكية العين، فلازم احتراز. ولو السكر مش مظبطينه لازم نظبط السكر عشان ما يأثرش على العين. هي دي المسألة. طب أنا دلوقتي محتاج أعمل نضارة، أعمل إيه؟ أنا مش عارف الحاجات دي خالص، وهعمل إيه؟ والشمبر إيه؟ والنضارة إيه؟ الشمبر اللي هو الجزء أو الفريم دوت اللي هو بتاع النضارة، مش العدسة، الجزء اللي هو من غير العدسة ده اسمه الشمبر. الشمبر دوت لما تيجي تعمله حاول تختار شمبر يكون خفيف قدر الإمكان، أخف شمبر. ليه؟ عشان الوزن بتاعه ما يبقاش تقيل. طبعا العدسات دلوقتي أغلبيتها طبعا أو نسبة 100% و90% بتبقى بلاستيك، مفيش الإزاز بتاع زمان، فبيكون وزنها خفيف، فلازم الشمبر كمان يبقى خفيف. طب أنا أجيبه معدن ولا أجيبه بلاستيك؟ لا، دي هي بتاعتك، بس المهم إن هو يكون خفيف. ليه؟ عشان ما يبقاش تقيل عليك ويعمل لك مشاكل في الودن من ورا، وما يعملكش مشاكل في المخدات بتاعته اللي بتبقى موجودة هنا هوت على الأنف. طيب العدسات اعملها ايه؟ هو طبعا في انواع كتير، بس طبعا كل ما تختار عدسات احسن بتبقى درجة النقاء ونسبة الانحراف بتاعتها اقل، فبتبقى مريحة للعين. طبعا بتبقى انتي ريفليكشن عكس الاشعة. وكمان في ميزة جديدة، البلو كات. ايه البلو كات؟ البلو كات ديت بتحجب الاشعة الزرقاء اللي بتبقى خارجة من الموبايلات ومن التلفزيون ومن اللابتوب او الكمبيوتر. هي دي النقطة، نقطة البلو كات. هي بتبقى أغلى شوية بس تبقى مريحة جدا للعين، وخصوصا مع الإجهاد. طبعا انت بتعمل عند الدكتور اللي هو الكشف بتاع النضارة، وبتروح بيه وبتحتفظ بيه برضو معاك عشان لو حصل حاجة أو حصل مشكلة واحتاج تتبدلها. طب هنبدلها كل قد إيه؟ ممكن لو انت المشكلة عندك كريتيكال أوي كل 6 شهور تروح تعمل كشف، الكشف مطابق للي انت بتستخدمه وخلاص. حصل اختلاف هتغير النضارة، نعمله كل 6 شهور، ده الأفضل ولمريض السكر. لكن الإنسان الطبيعي ممكن سنة أو سنة ونص كمان مفيش مشكلة. لكن مرضى السكر والناس اللي عندها مشاكل مزمنة في العين وضعف العصب البصري، والناس اللي بيجيلها بتاع دوت مشاكل بخصوص المية الزرقاء والبيضاء اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لا دول ليهم وضع مختلف شوية. طيب أنا عملت كده اهوت ولبست النضارة ولسه المشكلة عندي، لا انت كده هو بقى في استخدام خاطئ بيتم منك. اولا ماسك الموبايل ما يبقاش فترات طويلة وما يبقاش في الضلمة. النقطة التانية، في بعض الحاجات او الفيديوهات بتعمل اتراكت او بتجذب الشخص دوت وبتأثر على عينه. بمعنى ان العين اصلا بيبقى فيه دموع. طب الدموع دي وظيفتها ايه؟ دي بتعقم العين وبتسهل حركة الجفن، وبتقي طبعا من البكتيريا أو أي ميكروب يأذي العين. احنا دلوقتي لو عندنا مشكلة في الدموع ديت ممكن ان احنا نشتريها صناعي، بس في استخدام خاطئ. ايه الحاجات الاستخدام الخاطئ اللي بيضر العين؟ إيه؟ مشاهدة الفيديوهات في الضلمة، دي برضو من الحاجات اللي بتضر العين جدا. وفي حاجة تانية هي مشاهدة الأفلام الإباحية. طب هي دي بتأثر على العين ازاي؟ دي بتخليك تنشن جدا ومنتبه جدا، الجفن ذات نفسه ما بيقفلش كتير وما بيفتحش، فبتسبب جفاف العين. هي دي المشكلة. فالحاجات دي نحاول قدر الإمكان إن احنا نبعد عنها، لأن دي بتأثر بالسلب جامد على العين. طيب أنا دلوقتي لا، أنا شغلي وأنا صانع محتوى وأنا بشتغل في المونتاج، أنا بشتغل في الجرافيك والمعمار والكلام ده كله كويس، بس نشتغل يا ريت الشاشة تكون كبيرة، ما نجيبش اللابتوب اللي هو يبقى صغير خالص، أو إن احنا نعمله من على الموبايل تبقى الشاشة صغيرة، عشان ده بيأذي العين جدا. النقطة التانية، بنلبس نظارة نعتني بمسح النظارة، ما يبقاش النضارة كلها غبار وكده واحنا قاعدين شغالين بيها، لا ده بيأذي العين جامد، ودي حاجة برضو لازم نخلي بالنا منها. العين لما تجف، لو بنستخدم القطرات، في منها أكتر من نوع. في البولي فريش دي منتشرة وموجودة كتير. في نوعيات تانية مستوردة زي السيستم موجود منها، بس الأفضل إن احنا لما ناخد حاجة وهنستمر عليها فترة طويلة تبقى مفيهاش مواد حافظة للبريزرفتيف. ليه؟ لأن المواد الحافظة دي بتعمل حساسية في العين على اللونج ران، على المدى الطويل بتعمل حساسية في العين، فالحاجة اللي نستخدمها يبقى مفيهاش مواد حافظة. نخلي الدكتور يكتب لنا الدموع الصناعي، التيرز أو الدموع الصناعي ديت تبقى مفيهاش مواد حافظة، عشان بعد كده هو ما تأثرش وتعمل حساسية في العين وتعمل مشكلة.
مسألة الدعك في العين، الإيد تبقى نضيفة وما تكونش الصبح ما يكونش فيه عماص في العين عشان ما ندلكوش في العين ونعمل مسألة الالتهابات. الكمادات كويسة، الحجامة كويسة جدا. لو الحالة كريتيكال طب هنعملها فين الحجامة؟ نعملها ممكن هنا فوق العين هنا وهنا، ولو في جيوب أنفية كمان يا ريت، عشان برضو ممكن بتأثر الجيوب الأنفية بتبقى عنيفة أو ممكن تأثر على العين، وخصوصا لمرضى السكري أو الناس اللي نظرها ضعيف جدا. طيب هنا ممكن نعملها كمان هنا على جانبي العين، ممكن نعمل كمان تحت العين. هتبقى مفيدة؟ طبعا هتبقى مفيدة جدا، وهتشيل التجلطات، هتوسع العروق والشرايين بتاعة العين، هتقلل الإجهاد، وهتقوي العصب البصري. ده طبعا ممكن ناخد كمان معاها فيتامينز. طيب هو ده كل حاجة؟ هو ده تقريبا احنا كده قدرنا ان احنا نلم كل المشاكل اللي ممكن تأثر او تصيب العين. في بعض الناس برضو ممكن بيحصل لها مشكلة، بس ده خصوصا السيدات، في اقلام الكحل وما الى ذلك لما بتتحط بطريقة غلط، دي ممكن تعمل التهاب في العين جامد. ودي الحاجة دي نخلي بالنا منها. النقطة التانية نجيب حاجات معتمدة وحاجات نظيفة، نوعيات كويسة، عشان لو حصل منها ضرر ما تبقاش بتأذي العين. طبعا نبعد عن الحاجات اللي فيها الكورتيزون الصناعي قدر الإمكان. الأيام اللي فيها عفار وتراب يا ريت ما نخرجش من البيت، وخصوصا ده لو يوم أجازة، عشان برضو العفار والتراب بيأثر جامد على العين، وفي ناس بيعمل لها التهابات جامدة. انت بتبقى أدرى بالمشاكل اللي عندك وتقدر ان انت تديرها ازاي. وطبعا دمتم بصحة وعافية، ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات وإحنا نجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.